مكسوف من اخوك يابا. خد يابا ال 100 جنيه اهوت وهات لنا قهوه عشان انا عايز اشرب قهوه. ايوه تعالى يا صديقي. عامل ايه يا علي؟ كنت جنبك كده وقلت اعدي اسلم عليك. البيت يا عم فارس وتشرف. حبيبي حبيبي. خش يا علي تعالى. طمنا عليك يا ابني. تمام يا عم، انت عامل ايه؟ دايما ربنا يجعلك دايما تمام ودايما في نعمه بالصحاب. انا الحمد دايما. لله والله. بص انا ايام رايحه وايام جايه واديني عايش، بتخبط فيا وخبط فيها وعايش برضه. يلا ربنا يعينك. مستوره الحمد لله. الحمد لله. بقول لك يا ابو الصحاب معلش الكلام خدني دقيقتين إيه؟ بس هجيب كوبايتين الشاي الحلوين عشان الكلام يحلو. لا شاي ايه؟ فين قهوتك الجميله؟ ده انا معدي عليك مخصوص عشان اشرب معاك قهوه. عايز تشرب قهوه؟ طب معلش انا بعمل شاي حلو نمشيها الشاي النهارده. لا الشاي حلو يا عم. لا انا عايز اشرب قهوه. طالبه معاك قهوه يعني؟ اه. طب من انا يا اخوي على الله. تسلم. دقيقه واحده وهجيب لك القهوه. ماشي. تصرف. انا بص عايز فنجان كده يظبط دماغي. تصرف ماليش فيه. يا حماد امال فين القهوه؟ قهوه؟ انا قلت الجماعه هيعملوا شاي. شاي؟ الشاي حلو والقهوه مضره على فكره، كترها مش حلو وحش. هنشرب شاي مع بعض كده. الشاي زي القهوه معلش. يا حماد انت شكلك ما عندكش حماد. طب ما تقول يا ابني ما فيهاش حاجه. ما عنديش يابا، القهوه جوه كتير. مستور الله بيت اخوك عمار يا عم، بس ما هنمشيها شاي معلش، مش هيحصل حاجه. انت مكسوف من اخوك يابا. خد يابا ال 100 جنيه اهوت وهات لنا قهوه عشان انا عايز اشرب قهوه. طبعا الجماعه يجيبوا قهوه عشان يعملوا لنا قهوه يعني؟ اه. هو انت دلوقتي شايفني حلو ولا وحش؟ هو انت دلوقتي كرهتيني ولا انا زي اخوك عادي؟ ايه يا عم؟ ازاي هتاخد الفلوس من الضيف اللي عندك عشان خاطر تعمل معاه واجب؟ ده ما ينفعش. انا وحش بس مش شايف حد فيكم جاب الغلط عليه هو، عشان داخل البيت وبيطلب بعين بجحة. بص يا اخويا، بص يا اختي، لما تيجي تخش بيت يا يعجبكم اللي فيه ما تدخلوهوش. ما بقاش اقول لك تبقى في بيتي واقول لك هجيب شاي تقول لي لا خليها قهوه، انا عارف انا عندي ايه. ما بقاش عازمك او عازمك وتيجوا تلاقوا فراخ وتقولوا لا 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 احنا كنا عايزين لحمه، هو الموجود حلو. لما تخشوا تروحوا ضيوف عند الناس ما تطلبوش انتوا، عشان قسما بالله البيوت مقفوله على اصحابها. صاحب البيت اللي مضيفكم اساسا ماشي في الدنيا متكحرت طلعان عينه، وانتوا ما بيملاش عينكم غير التراب. بتروحوا بيوت الناس معزومين وبتاكلوا وتشربوا وتقعدوا تحشوا وبتروحوا، ده الرز ني، ده البسله مش حلوه، الفاصوليا كانت بتنتش، اصل حته اللحمه بتشد. صاحب البيت ممكن يكون عامل جمعيه عشان يعمل لك العزومه دي. لما تيجي تخش بيت بالله عليك خليك حسيس. لما صاحب البيت يقول لك هجيب لك كذا ما تقولهوش لا انا عايز كذا. فاهمني يا اخويا؟ لما تيجي تخش بيت يا ترضى بحاله يا ما تدخلوش، يا ترضى باللي صاحب البيت يقدمه لك يا اما ما تطلبش غيره، ما تبقاش بجح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.